عارف ايه الفرق بين الساعه اللي شكلها عادي وبين الساعه اللي يبان شكلها منحوت على ايدك؟ هو الانتجريتد بريسلت. هنا الساعه ما بتكونش مجرد مكنه موجوده فيها وبتكون لابسها وخلاص، لا، جسم الساعه والصوار بيكونوا موجودين حته واحده ماسكين على ايدك، مكملين بعض في خط انسيابي ممتاز جدا. والترند ده بدا في السبعينات على ايد اسطوره الساعات جيرالد جنتر، هو اللي قلب الموازين وقرر ان الساعه لازم تكون قطعه مجوهرات رياضيه، ومن وقتها العالم ما بطلش يحب الستايل ده. يا ابن اللعيبه جيرالد جنتر. طب ليه الكل بيحب الانتجريتد بريسلت في 2026؟ اولا لانها بتلف حوالين معصمك بالظبط، بتكون فت على ايدك. تاني حاجه بتكون شيك جدا في اللبس الرسمي، وبتكون صايعه جدا في الكاجوال. تالت حاجه بقى بتدي شخصيه للساعه اكبر من حجمها، يعني بتخلي الساعه ستاند اوت كده، ومش لازم تدفع كتير عشان تلبس الستايل ده. عندك تيسو بي ار اكس، كريستوفر وورد، اتيليو وين، كلهم بيقدموا لك الستايل ده. وكمان المايكرو براندز بداوا يبدعوا في الموضوع ده، بديل خيالي بفينشنج عالي وكمان باسعار معقوله. انت بقى بتحب الساعات الجلد ولا الستيل؟ قول لي رايك في التعليقات، وما تنساش تعمل لي فولو عشان تتابع اللي جاي. انا معتز وبحب الساعات. سلام.